معانا اخبار دراماتيكيه عنيفه بمعنى الكلمه، واخبار ساره لكل جماهير النادي الاهلي. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل كعادتنا معاكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناه اكرامي محمود في كل مكان، تحيه طيبه ليكم. وقبل ما نخش في التفاصيل، رمضان كريم وسنه سعيده عليكم باذن الله. نبدا كلامنا معاكم بذكر الله، فلا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لحضراتكم معانا اخبار يعني بص ضرب نار، ولكن وجب الاعتذار عن حلقه الامس اللي قلت فيها لحضراتكم ان ممكن يجي لي حقوق طبع ونشر على فيديو اعلان امير القلوب محمد ابو تريكه، وبعد ما نزلته يعني جالنا انذار وبتاع فشلنا الفيديو اتشال. ولكن باذن الله المره دي وفي اخر الحلقه هعرض لكم الاعلان تاني، ولكن بصوت مكتوم علشان حقوق الطبع زي ما كلنا عارفين. نخش في تفاصيل حلقتنا النهارده، وفي الاخر هوريكم اعلان امير القلوب. شركه ريد بول الراعي الرسمي للاهلي في كاس العالم تتفق مع النادي الاهلي على ابرام صفقه عالميه تضاهي ميسي في مباراه الافتتاح مع انتر ميامي، تمام، في كاس العالم للانديه. شركه ريد بول، وكمان شركه ريد بول توقع مع زيزو الزمالك عقد تسويق للاعب، وحط تحتها مليون خط. يعني ايه عقد تسويق للاعب؟ يعني هي اللي هتسوق اللاعب يا باشا، هي اللي هتسوق اللاعب، وحط تحتها مليون خط. تمام عشان كل واحد يبقى عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. شركه ريد بول بتعمل يعني وهتعمل حاجات كتير للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اللي ما ضربش اللايك اضربه. معانا لسه اخبار بالجمله، ولسه الاخبار مستمره، ولكن اللي ما ضربش اللايك اضربه. اضغط على زر اللايك يا كبير، اضغط على زر اللايك. طيب، يبدو ان نادي بيراميدز مش عاوز يجيبها لبره. يبدو ان نادي بيراميدز مش عايز يعديها على خير. ليه؟ لانه شغال على لاعبي الاهلي، شغال لعب في دماغ لاعبي الاهلي اللي هم هتنتهي عقودهم في نهايه هذا الموسم، امثال رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحمزه علاء وعمرو السوليه. نادي بيراميدز مش عاوز يجيبها لبر. تخصص لاعيبه اهلي تنتهي العقود بتاعتهم، تمام. ولكن وحط تحت ولكن دي مليون خط برضه. النادي الاهلي يا باشا ما بيقفش على حد، وخدته بدل اللاعب 2 و3 و4 وما فرقش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير بكيانه بلاعيبته بجماهيره. النادي الاهلي في حته تانيه خالص. تاخد بقى رامي ربيعه، تاخد ياسر ابراهيم، تاخد عمرو السوليه، تاخد عبد الشكور، تاخد عبد ربه. الاهلي ما بيفرقش معاه الاسامي، لا يفرق مع الاهلي الاسامي، تمام. يبدو قبل ما يبدو، اللي ما ضربش اللايك اضربه يا رجاله. لسه في اخبار بالجمله. اللي ما ضربش اللايك اضربه يا رجاله، لسه في اخبار بالجمله. واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي من فوق، ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. يبدو ان الحظ سيلعب دورا كبيرا مع كريم الدبيس. ليه؟ اقول لك يا كبير. بعد مكالمه حسام حسن معه وانضمامه لمعسكر المنتخب الدولي القادم في الايقاف الدولي القادم اللي هو هيبتدي من يوم 13 مارس او 14 مارس، تمام. وبصراحه كريم الدبيس يستاهل فعلا. ولكن مارسيل كولر يعني مقصر في حقه كتير من الاخر. مارسيل كولر مقصر في حق كريم الدبيس من الاخر. كريم الدبيس من الاخر باك ليفت مصر القادم يا عم كولر بقى. ونروح لكولر واللي بيطلب اجازه
كولر يطلب اجازه من اداره النادي للسفر الى سويسرا في التوقف الدولي القادم. ليه؟ اقول لك ليه هقول لك ليه بس بعد ما تضرب اللايك. اضرب اللايك يا كبير، اضرب اللايك يا كبير. طيب واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي من فوق. نوصل الحلقه دي لكل الناس. مارسيل كولر يطلب اجازه للسفر الى سويسرا لتخليص ديريك كوتيسا تمام، اللي ينتهي عقده بنهايه هذا الموسم واللي الاهلي مخلص معاه جميع الكلام. ولكن لما مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في كاس العالم يتكلم مع لاعب وعايزك وبتاع والحكايات والروايات، ابو 2 يبقى بواحد، ابو 2 مليون يبقى بمليون. اللاعب هيبقى لاعب حر في نهايه الموسم. حلو الكلام. النادي الاهلي كان هيشتريه بايه؟ اقل حاجه 2 مليون دولار. حلو الكلام. طيب ال 2 مليون دولار كنت هتديله كام في الموسم؟ لو جبته واشتريت ب 2 مليون دولار كنت هتديله مثلا مليون دولار. حلو. طيب ال 2 مليون دولار يا باشا قسمهم له عشان اللاعب يخلص معاك. يعني هتمضي معاه 4 سنين، خلي كل موسم بمليون ونص، يبقى انت دفعت ال 2 مليون اللي كنت هتشتريهم بيه وزودت النص في كل موسم في ال4 مواسم، يبقى عقده مليون ونص علشان اللاعب يخلص معاك. لاعب فعلا هيفرق كتير، لاعب سريع، لاعب خطير، لاعب مهاري ينفع للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. ده غير الصفقه الكبرى اللي هتبرمها شركه ريد بول تمام، علشان كل واحد يعرف اللي ليه ويعرف اللي عليه. لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك نوصل الحلقه دي لكل الناس. وعلشان ما اطولش على حضراتكم هختم معاكم واعرض لكم اعلان امير القلوب. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا.